مرحبا متابعيني، إن شاء الله تكونون بألف خير أينما كنتم. وصفتنا اليوم جدا فخمة ومكوناتها بسيطة، وتعتبر من الحلويات الاقتصادية، ومكوناتها تقريبا متوفرة في كل بيت، وهي الميلك بودينج بطريقة مختلفة وبطعم شهي وبطريقة سهلة وبسيطة. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول شي نحضره قالب كيك أو أي قالب متوفر عندكم. بعدها نحتاج نصف كوب فستق حلبي غير مملح، نرتبه بهذه الطريقة حتى من نسكب الحليب فوقه يطلع شكله مرتب وحلو. لتحضير البودينج نحتاج 1.5 لتر من حليب كامل الدسم، ما يعادل 6 كوب قياس 250 مل. نضيف كوب سكر مع ملعقتين طعام من مسحوق الأغار أو الإيجار، بالإضافة إلى ملعقة طعام فانيلا. نخلط المكونات بشكل جيد لحد أن تتجانس مع بعض، وبعدها نرفعها على نار وسط. نبقى نحرك الخليط لحد أن يبدأ يسخن، وأول ما تظهر الرغوة نضيف نصف كوب قشطة. نخلط المكونات بشكل جيد ولحد أن تتكون عندنا رغوة وتظهر الفقاعات. نطفي النار وبعدها نسكبها في وعاء حتى يسهل علينا الشغل. نضيف قليل من الخليط، وحاولوا أنكم ما تضيفون كثير حتى ما يصعد الفستق للأعلى. نرتبها بهذا الشكل، وبعدها ندخلها الفريزر مدة 10 دقائق تقريبا حتى يلزم عندنا الفستق، ولما نسكب باقي الخليط يبقى منظره حلو من الأعلى. ملاحظة: الخليط بعده ساخن كثير، وهذا ممتاز حتى يتجانس مع الخليط البارد بكل سهولة من غير ما يصعد كل الفستق للأعلى. نتخلص من كل الفقاعات اللي موجودة على السطح، وبعدها نتركه يبرد تماما. راح تلاحظون انه بعض من الفستق راح يظهر على الوجه، هذا بسبب انه الخليط تجانس مع بعضه بشكل جيد. ندخله الثلاجة مدة ساعة حتى يجمد بالكامل. بعدها نحاول نبعد الأطراف بهذا الشكل حتى من نقلبه بطبق التقديم ينزل بكل سهولة. ملاحظة: إذا ما نزل وياكم بسهولة ممكن تضعون القالب بصينية بيها ماء ساخن مدة أقل من نصف دقيقة، وبعدها اقلبوا. ندق القالب بهذا الشكل وبعدها نرفعه، وهذه هي النتيجة. للتزيين راح أضيف فستق حلبي غير مملح، ممكن تستخدمون أي مكسرات أنتوا تحبون أو أي مكسرات متوفرة عندكم. بعدها راح أزين البودينج بالورد. طبعا هذه خطوة إضافية ممكن تستغنون عنها إذا حبيتوا، لكن راح يعطيها شكل يناسب الأعياد والمناسبات. وآخر شي راح آخذ وردة واحدة وأزين الوجه بيها، راح يعطيها شكل جدا جميل. وهذه هي وصفتي اليوم، الميلك بودينج من غير نشا أو طحين، وبطريقة جدا بسيطة وفخمة بنفس الوقت، وبمواد متوفرة في كل بيت وتناسب جميع المناسبات وقدوم الضيوف. إن شاء الله تكون عجبتكم طريقتي، أتمنى أنكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بيها، لأنه رأيكم جدا مهم بالنسبة إلي. كل المقادير والمكونات والملاحظات مكتوبة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. إذا عجبتكم وصفتي اليوم لا تنسون اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس حتى يوصل لكم كل فيديو جديد أنزله. كانت معكم أم يوسف من قناة تيستي يامي.